أخطر عدو يواجه الإنسان مش ديما الشيطان من برا، برشا مرات يكون هو الشهوة من داخلك. الشهوات هي رغبة قوية تجبد النفس، ثم المباح اللي ربي سبحانه أحلها كيف الماكلة والزواج والمال والنوم كي يكون بالاعتدال، وفما المحرمة اللي تضيع العمر وتبعد العبد على ربي كيف الإدمان الملذات، الطمع وحب الدنيا من غير ما نفكروا في الآخرة. اتباع الشهوات عنده عواقب كبيرة، يفسد دينك ويجلب غضب الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. دنيويا يضيع العمر ويخلي العبد يعيش في قلق وتعاسة وخوف من النهاية. أما الحل نستعين بالله بالصلاة والدعاء، نتعلم الصبر وضبط النفس، نذكر رواحنا ديما بالموت وبأن الدنيا فانية، ونقوي اليقين متاعنا بأن السعادة الحقانية في طاعة ربي. وربي سبحانه يقول: ويريد الله أن يتوب عليكم. معناها ربي يحب لنا الخير، يحبنا نتوبوا ونرجعوا له، مش نضيعوا مع الشهوات. وفي الآخر باش أفكركم كلمة ربانية عظيمة: وخلق الإنسان ضعيفا. أي نعم، الإنسان ضعيف قدام الشهوات، أما القوي هو اللي يطلب العون من ربي ويقاوم باش يربح الدنيا والآخرة.